كيف تنظرون إلى الصراع في القرن الإفريقي بوصفكم دولة لها دور فعال في مستقبل منطقة البحر الأحمر؟ نظرتنا إلى الصراع في القرن الإفريقي فرأينا واضح باستمرار، وهو أن البحر الأحمر يجب أن يظل بحيرة سلام، وأن يبعد عن الصراعات الدولية. وأيضا في تقديرنا أن أي صراع قائم في القرن الإفريقي ليس له من حل إلا التفاهم المباشر والاعتراف بالحقوق المشروعة لمن يطلبها. سيادة الرئيس، هو استكمال للصورة بالنسبة لمؤتمر تعز اللي عقد لقمة البحر الأحمر. كان معروف إن في اتصالات جارية بالفعل لعقد مؤتمر قمة آخر. ده سؤال. الشطر الثاني منه، ماذا تم حتى الآن بالنسبة لأمن البحر الأحمر؟ في مفهومنا نحن أمن البحر الأحمر هو من الناحية العملية يهم بالدرجة الأولى الدول المطلة على البحر الأحمر، وعلى الأخوة القادرين في البلاد العربية أن يشعروا بمسؤوليتهم في مساعدة هذه الدول على وجود الإمكانيات المتطورة التي تساعد على وجود ضمانات أكيدة لهذا الدفاع. أما عقد مؤتمر آخر فهو شكلت لجنة وزارية من الأربع الدول التي اشتركت في لقاء تعز، وكما أعرف فإن آخر لقاء قد تم لهم في الخرطوم وفي الجامعة العربية، وأن الاتصال والتنسيق ماشي كما حدد له. باب المندب فخامة الرئيس من المواقع الاستراتيجية الهامة، وإن أمن واستقرار دول الجزيرة العربية والخليج العربي بصفة عامة يتوقف على استغلال هذا الموقع الهام لصالح وخير هذه الدول. فخامة الرئيس، هل هناك فكرة بناء قاعدة عربية في هذه المنطقة؟ وإن لم يكن ذلك، ألا يؤيد فخامتكم ضرورة وجودها بأسرع وقت لوقت كل الخطط العدوانية التي تريد افتراس هذه الدول وسلب خيراتها؟ شكرا كثيرا. نحن نعتبر أن العرب جزء واحد مكمل لبعض، وليس هناك بالضرورة أنك تكرر شيء موجود. فوجود قاعدة دفاعية في باب المندب، اليمن لا ينقصها الرجال أبدا، ينقصها الإمكانيات. ومن هنا فنحن اليمن، واستطيع أقول أيضا بشطري اليمن شماله وجنوبه، نستطيع أن نوفر الأعداد المطلوبة لحماية هذا الممر المائي الهام. وإذا كان هناك تنقصنا إمكانيات فهو الشيء الذي نحن نبحث عنه من إخواننا القادرين، لأنه حينما نأتي بناس في الوقت الذي هذا العنصر موجود في منطقته بنضيف عبء جديد ومتاعب جديدة. ومن هنا نحن نشعر أن مسؤولية الدفاع عن هذا مسؤولية عربية طبعا وقومية، ولكن كل بما يمكنه. فنحن بالرجال وإخواننا بالمال لتوفير الاحتياجات اللازمة. وحتى لو لم توفر لنا هذه الاحتياجات نحن لن نتردد في أننا نعمل ما نستطيع من مال ورجال لحماية